رجالة أولى. أحسن رجالة والله. والله معزتكم في قلبي، مش عايز أقول لك. عارف الأسطى عبده بيعز ليفربول إزاي؟ هي حاجة شبهها كده. بص يابا، النهارده قبل ما نبدأ كده في عندك لينكين تحت فيهم كل الملخصات اللي فاتت وكل فيديوهات الحل اللي فاتت، ولو أنت على اليوتيوب ماشي. بص بقى، قبل ما نبدأ كده القناة نشتغل وبتاع، طبعا ده آخر فيديو حل يلا مش مشكلة، ميس ميرفت أثرت علينا شوية. اخر فيديو حل ان شاء الله في الفيديوهات بتاعه الايه، الترم الاول فلسفه، عشان طبعا لسه معاك في الترم التاني كل اللي انت عايزه. هيبقى في مراجعه ولا لا؟ هنقول كل اللي انت عايزه، فسيب على الله. ماشي يابا، بص كده معانا بقى. قال لك قد يقف الفرد في حيره من امره ويتردد بين عده بدائل واختيارات. محتار كده ليه؟ يبقى شك. متغير ليه؟ ده صوت. قال لك لا تعطي احد فرصة التحدث والتكلم دون انقطاع، وعندما تتحدث انت وتسمع لاحد وتقوم بتعلية صوتك انت تتكلم معاه باسلوب احسن، انت كده ما بتستخدمش خصائص الحوار الصح، فانت كده بتتكلم حوار سلبي. قبل ما ابدا واكمل، فرق لي بين الحوار الايجابي والحوار السلبي، اجابتك تحت في الكومنتات. السؤال الثالث قال لك منهج يفرضه صاحبه على نفسه بإرادته. انا اللي همشيني كده. خد بالك انه قال لك منهج، اهي. الله 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 الله. السؤال الرابع قال لك هو الرمز الكيميائي للماء H2O، وقد توصل اليه الكيميائي من خلال معرفة بعض جزيئات المياه. ولكن طبعا حته الميه دي بتيجي على اوجاعك انت، عشان العلوم يلا العلوم المتكامله دي مأثره في حياتك، انا حاسس بيك. ولكن نتائج بحثه تطبق على كل الحالات المماثله. سلام. دخل جوه الميه، يبقى تحليل وتركيب. السؤال الخامس، فكر الاب كثيرا بين الاقبال على ممارسه ابنائه الرياضه، اما ان يلحقهم بالاشتراك في الكورسات التعليميه. انا والله العظيم محتار كده ليه؟ الشك. وزي ما انت عارف انا عن نفسي دايس. اشتراك احد الطهاة في لجنة تحكيم لتقييم مسابقة اجريت عن المأكولات البحرية، ولوحظ انه اعطى اقل درجات للمشاركين اللي قاموا بطبخ انواع الاسماك اللي ما بيحبهاش. البيه ماشيها بمزاجه. ده مش نقد محكم ده يا ابن عمي، ده نقد ضعيف. وبالمناسبة فرق لي بين النقد المحكم والنقد الضعيف تحت في الكومنتات. السؤال السابع، تردد السوفسطائي جورجياس في حقيقة الوجود، وأكد بطريقته الجدلية على أنه لا شيء في هذا العالم موجود، وحتى إذا كان موجود فلا يمكن التعرف عليه، وحتى لو تعرفنا عليه. قال له طب أنت لو فلتت منهم وجيت لك ايه ده؟ قال لك ده ما ينفعش. الراجل ده شكاك قوي. ايوه ده شك لمجرد الشك، يبدا من الشك وينتهي الى الشك. ففرق لي بين الشك المنهجي والشك المذهبي، وشوف اجابه حضرتك تحت في الكومنتات. السؤال الثامن، يقول افلاطون الوعاء الخالي بيدي صوت اعلى. عشان كده تلاقيني اتكلمت بصوت واطي، عشان انا مش وعاء خالي، انا وعاء عمي. ما قدرتش اعدي الفيديو من غير قلشه بقالي كتير. وكذلك من يملك القليل يكون اكثر ثرثره. يا الهي، حضرتك بتعلي صوتك، ما تتكلمش باسلوب محترم، اتكلم باسلوب محترم لو سمحت. الغي رحلتي. سؤال تاسع، يقول باول دبليو انه ليس هناك شيء ضروري للنجاح في أي مرحلة من مراحل حياتك أكثر من القدرة على التواصل الجيد. خلي عندك حوار فعال عشان تكتسب المعلومات. السؤال العاشر، يعرفها صالح أبو جادو بأنها التأمل والاستدلال الذي يعتمد على التأكد. طب ما أنا بتأكد. نقد. بقول لك إيه؟ صح. فرق لي بين الشك والنقد تحت في الكومنتات. سؤال 11 بيقول لك يقول احد المفكرين من الصعب ان تحجب اراء الاخرين. لو عايز تعرف احنا بنحل كده ليه، ارجع اللي بنقوله في الملخصات والحصص. واضح. يا ريتك بتركز، والله يا ريتك. ان تحجب اراء الاخرين وتعتبرها اراء مضحكه. بلاش بقى تسفيه بقى، ده انت عيل سفيه.
سفيه الدولة في بلاد ذهب رجل الإطفاء ليؤدي مهمته. الإطفاء كان بيت بيولع وكان داخله أب وطفل صغير، فقعد يفكر يخرج مين الأول. اصحى يا لولو، اصحى يا لولو، اصحى علي، اصحى لولو، البيت بيولع، يلا نهاره أبيض، يلا نهاره فل. فضل واحتار بين الاتنين. الراجل ده متردد ولا ايه؟ حيران كده ليه؟ شك. يلا يا لولو. سؤال 13 بيقول لك: يقول أحد المفكرين: لا وجود للحقيقة الكاملة وسنظل نبحث عنها، وكلما ظننا إننا وصلنا سيخيب ظننا. احنا محتاجين نقعد ندور. شك لمجرد الشك، يبدأ من الشك وينتهي إلى الشك. يقول الغزالي: وعادة النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعة الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على يقين. يا سلام، اتأكدنا بقى في يقين، فده منهجي. سؤال 15: يرصد تاريخ الفلسفة سعي الفيلسوف بيكون إلى تخليص العقل من الأخطاء بهدف تمكينه من منهج ييسر له ذلك. الراجل كان ماشي بيخلص من غلطاته وعنده شك منهجي. أيوة. السؤال 16: لقد اصطنع سقراط طريقته الجدلية القائمة على التهكم بالتريق البيع والتوليد، حيث أخذ يناقش العلماء عصره في معلوماتهم ويختبر صحتها ويكشف عن حقيقتها بإثارة الشك. هنا الشك منهجي، لكنه لو كان حوار انت فاهم. سؤال 17: مهارة تشير إلى الهبوط من الكل العام إلى المكونات. بنخش جوه الحاجة. ده تحليل مع عمل البورد. سؤال 18 بيقول لك: ينبغي أن تقسم المشكلة المعقدة. يبقى تحليل برضه. لقد قام ديفيد هيوم برد المعرفة الإنسانية إلى مجموعة دخل من حاجة لحاجة. يبقى تحليل برضه. بقول لك ايه بمناسبة التحليل، لو سمحت يعني فرق بين التحليل والتركيب. انت طبعا كنت مستنيني معلش. مش هنقولك اللي في بالك، لا انا عارف انت مستنيها برضه. لا. سؤال 20: الجهد العقلي اللي بيقوم به الفرد لعدم تقبل الآراء ووجهات النظر والتصورات تقبل أعمى. بيبذل مجهود عشان يفهم الحاجة ويتأكد منها. ده نقد. سؤال 21: يقول ديكارت: يجب علينا تحرير نفسي من جميع الآراء. أفكر كده، يا سلام، ده شك منهجي من غير ما أكمل. فكر صح ويمشي من حاجة لحاجة. تحرك باطني لا طلب الحقيقة والتمييز بين الحق والباطن فيها. بص، من إلى يبقى منهجي، لأنه أصلا بيسألك على أحد أنواع الشك، وأكيد أنت لو بتركز في الحصص عرفت أنا ليه عيني بتروح فين. فاكر أنت؟ ماشي. سؤال 23: رفض كانت الفكر الفلسفي السابق عليه ووجد فلسفته للبحث في الأخلاق. بص، الراجل ده انتقد اللي قبليه، ونقده مش للي بيحبه، لا، نقده للبحث. يبقى نقد محكم وانت لسه مفرق. وبقول لك ايه، لا مش لازم تفرق دلوقتي. سؤال 24: التأليف يعمل بمثابة اختبار عكسي، وهو ضرورة ليدلنا على مدى الصحة في التحليل الذي أجريناه. سؤال 25: لسه قايلها غصب عني. سؤال 26: يتم تعميم الطفل الكلمة بدءا من الحروف. دمج المكونات الأساسية. لجأ المهندسون مؤخرا إلى تكنولوجيا في البناء باستخدام الهياكل، فهي تصنع ويتم تجميعها. سهلة بس انت اللي بتهزر. سؤال 29: يقول ديكارت: أعيد ترتيب أفكاري. أعيد تأليف اللي هو تجميع يعني. ايه ده؟
معلش على الخط اللي احنا عملناه ده اصلا مكسر امسحه اهو يا عم، مسحته لك مش المد. انت زي في اخر الفيديو بقى كده. لا طبعا صحصح، بما اني بصحصحك فانا عايزك تفرق لي تحت في الكومنتات. عايز حاجة تكون بسيطة كده وما تعبكش فيها، خصائص الموقف فلسفي وتحدياته ماشي اكتبهم يلا. سؤال 30، قدرة الشخص على حل المشكلات اللي بتواجهه عن طريق تأملها وفك. يا جدعان ما نهزرش ما نهزرش. سؤال 31، عقد المدير إحدى الشركات اجتماع مع الموظفين بتوعه لتحديد نقاط الضعف الخاصة بمنتجات الشركة، واتفق الجميع على ان المنتجات دي محتاجة تتعدل فعلا. يبقى هم اتكلموا كلام محترم وصلنا النتيجة، يبقى هو الإيجابي. سؤال 32، قال لك تتسم تلك المهارة بطرح الأسئلة والاستماع الجيد. وبيتكلموا يعني لا بتتكلمي ولا بتسلمي، ده انا كل يومين بلاقيكي بحال، طب ده انا ميال. سؤال 33، قال لك عدم تقبل الامور والحوادث كما تروى لنا، وعدم التسرع في تصديقها بل عرضها على ميزان العقل. يبقى بتدور وراها، يبقى نقد. يا سلام على التمحيص. قال لك سؤال 34 بقى، يجب تقسيم المشكلة إلى أقسام كثيرة، امسكها فتتها يبقى تحليل. معلش. سؤال 35، طبعا أنا مش هقدر أقرا السؤال زيك عشان أنت عيل بطيء، إنما أنا معايا شوية حاجات كده عارفها اللي بنقولها في الحصص ولا ماشي ولا. سؤال 35، قال لك أثناء تصفحك لكتاب جديد عايز تفهمه فتهتم بتقسيمه. سؤال 36، عملية ذهنية يسير وينتقل فيها الذهن من إلى، بس من الصغير إلى الكبير يبقى تركيب. سؤال 37، يقول مصطفى محمود هناك فرق بين التقويم والحقد، وبين النصيحة والفضيحة، وبين التوجيه والوصاية، وبين كذا وكذا، فبطل تدخل حاجة في بعض يا أخي، ركز ومش عشان بتحب الحاجة دي تعملها كده. سؤال 38، قدرة الفرد على تكوين كيان متكامل. الله، تركيب. يوصف بأنه الصعود من التفاصيل للمجموع من الصغير للكبير. تركيب. سؤال 40، عندما يكون فيلسوف بدراسة ظاهرة ما فتكون مهمته استخراج أو استنتاج النتائج. إيه ده؟ إيه ده؟ قال لك تفتيت. واخد لي بالك أنت؟ تفتيت أهي. إيه أسئلة التحليل والتركيب دي؟ بقول لك إيه، ما تفرق لي تحت في الكومنتات بين التحليل والتركيب. بس ما تكتبش اللي بنقوله في الحصص، ركز يا ولد. سؤال 41، لك من أقوال ابن رشد لو سكت من لا يعرف لقل الخلاف. لو نسكت وحط جزمه في بوقنا هنبطل نبقى عاملين مشاكل ستات رجاله تتشاكل. يقول راسل لا تكن متاكدا جيدا من اي شيء، اتاكد يا اخي، خليك شكاك بمعنى دور. سؤال 43، أراد أحد الفلاحين إلحاق ابنه الوحيد بكلية الزراعة عشان يعرف يساعده زي أنس صويرس كده في الكبر، وعرف أثناء حديثه مع ابنه أنه يريد الالتحاق بكلية الحقوق. بس أنس صويرس كان عايز يعمل لنفسه عارف شركة مقاولات بقى وبتاع، وراح صاحب لمعي. عارف أنت قصة السعودي؟ والله قصة جميلة. يا سلام. ليدافع عن المظلومين والغارمين، واقتنع الفلاح واستجاب لرغبة ابنه. خد بالك هنا ان دوت حوار فعال وصلنا فعلا لنتيجة. يا مزاجك. سؤال 44، يقول فلان إن اليقين الكامل فوق إدراك الإنسان، لأن فوق الأشياء ظاهرا يخفي حقيقتها. دور ورا الحاجة، ما تتأكدش قوي. هو هنا بيدعوك لشك في كله، اللي بيقول لك ما تبقاش واثق في حاجة أصلا، فده شك مذهبي. سؤال 45، قال لك حدث خلاف فكري بين زميلين على إن الفلسفة والعلم عكس بعض، فحاول كل منهم يجيب دليل إن هم مش عكس بعض، وده يقول له ده رأيه وده يقول له التانيين بيتكاملوا، فالاتنين هنا في عملية حوار. سؤال 46، إن أخبارك زملائك إن الشمس غدا سوف يحدث لها كسوف. الشمس بتتكسف عقبالك، فإنك لا تكذبهم ولا تصدقهم، ولكنك تحاول أن تبحث عن الموضوع.
انت كده عندك شك منهجي يا ولد. ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله. سؤال 47 يعرف هامون جاكوب بأنها فحص الأدلة التي تدعم أو تناقض رأيا ما. فحص. فحص. 48 يقول دكتور مصطفى النشار، طبعا أداب اسكندرية واللي منها، إن الذين يقومون ببحث علمي دون أن يسبقوه بشك يشبهون الذين يسيرون على غير هدى، مش عارفين هيروحوا منين. الناس دي ملهاش منهج، ملهاش طريق ولا ايه؟ سؤال 49 بيقول لك قيام الفرد بعمل محاكمة عقلية للنظر في أفكاره وأدائه لتقويمهم وإصدار حكم عليهم. فده برضه نقد. سؤال 50 الهدف ليس في مجرد فك الاشتباك بين الآراء، إرثاء الفكر. يعني احنا هنتكلم مش عشان نتخانق. سؤال 51 تتميز تلك المهارة بأن الفرد لديه خصائص منها حسن الإنصات، بيسمع كويس، الراجل ده محاور. سؤال 52 الارتياب، أنا مش مصدق، بس بيقولك عند الروح الضعيفة، فده يبقى مذهبي. سؤال 53 لاحظت أثناء مناقشة بينك وبين زميلك إن أحدهم يشعر بالسعادة وهو يصرح بأخطائك، الراجل مبسوط عشان مخلي منظرك وحش، يبقى ده حوار سلبي. طبعا احنا هننام كده، الطريقة دي هتنيمنا ولا ايه؟ عشان كده محتاجين نفوق. وتفرق لي بين الموقف الفلسفي في ال4 عصور التطور بتاعه. شوف اجابتك تحت في الكومنتات. سؤال 54 بيقولك مهارة تستخدم فيها الأسئلة والأجوبة لإثارة الذهن وتحريك الوجدان بقصد إزالة فكرة أو تعليم. يبقى احنا كده بنحاول حوار ونقد. سؤال 55 قال لك إذا كان البرق يبدو من التقاء سحب شتى فإن سناء الحق يبدو من التقاء رأيين دلوانك. سؤال 56 قال لك هو ما استوى فيه اعتقادات أو لم يستوي ولكنه لم ينتهي أحدهما إلى درجة الظهور التي يبني عليها العاقل الأمور. يا سلام، لازم تتأكد يعني. شك. طبعا لو بصينا بعد كده هنلاقي ان ده المقالي وهيبقى له كلام لوحده زي ما انت عارف. فانتهت رحلتنا. اوعى تلغي الرحله، متنساش اسمك في كومنتاتك وصلي على النبي دايما كده، وان شاء الله الامتحانات هتبقى جميله معاك. انت هتدوق دود، تعبت كتير اكيد، ومش شرط نكون احنا تعبنا معاك يا عم، انت تعبت لوحدك، المهم ان انت تفرح وتفرحنا بيك. اشوفك على خير. كان معاكم مستر ابراهيم ابو بكر، ودي قناه، اكتب لي قناه ايه على اليوتيوب. باي يا صديقي.